ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. هابي بيرث داي، هابي نيو يير. النهارده 1/1، اكيد نص مصر النهارده عيد ميلادها. كل سنة وانتم طيبين جميعا، وان شاء الله يكون عام سعيد علينا. النهارده روتين جميل قوي، روتين عيد ميلاد جوزي، واحدة من ضمن الملايين. ان شاء الله الفيديو يعجبكم. وده روتين سريع كده ليوم كان اجمل يوم في عمري والله العظيم بجد. اتمنى ان الفيديو يعجبكم ونشوفها مع بعض هنعمل ايه النهارده. انا حبيت ان انا كل حاجه اجيبها من البيت، ما اشتريش اي حاجه، حتى الحلويات عملتها في البيت، ودي طبعا كانت مجازفه جامده قوي، لان انا اول مره اعمل تورت اصلا. فان شاء الله هنبدا الفيديو ونشوف عملنا ايه. اول حاجه انا جبت كفته لحمه مفرومه، فرمتها كويس في الكبه، وبدات احط عليها 100 جرام دهنه، لان هما كانوا حوالي نص كيلو لحمه بالظبط. وبعد كده ضفت عليها بصلة كبيرة مبشورة أو بصلتين لو هما صغيرين، صفيتهم من المية وخدت البشر بتاعهم. وحطيت خضرة كان شبت عليها 3 فصوص توم، فرمتهم ناعم برضو. وحطيت البهارات، بهارات الكفتة وملح وفلفل وكمون. وحطيت معلقة نشا كده علشان برضو اضمن ان هي ما تكشش مني. وبعد كده بدأت ان انا اجيب الصاجة بتاعت الفرن الحراري، وبدأت ان انا اصبع بالشكل ده. جبت عصيان الشيش طاووق، جبت حوالي 3 علشان الصباع يبقى مليان معانا كده ومالي مركزه ما شاء الله. زي ما انتم شايفين نص كيلو لحمة عملت لي 15 صباع كفتة. بدأت ان انا ادخلهم الفرن على اعلى درجة حرارة، الرف الوسطاني، واسيبهم بقى مع نفسهم لحد ما نحشي الحمام. طبعا الحمام ده صغير مش كبير، يعني وسط، ولا كبير اوي ولا صغير. بدأت ان انا افتحه من فوق مش من تحت علشان ما يبقاش يتقطع معانا، يعني انه بيبقى رقيق قوي. انا فتحت الرقبة كويس، بس في واحدة اتقطعت مني، بدأت ان انا اخيطها، انما غير كده انا ما بخيطش. بدخل على طول في الشوربة المية السخنة، ببقى مجهزة للحمام مية سخنة، باحط فيه بصلة وطماطماية ورق لورا، وطبعا الحبهان، بهارات الشوربة يعني. وأول ما المية تغلي بكون جهزت الحمام وانزل فيه على طول والمية سخنة. طبعا بيكش معانا، ما بيحتاجش بقى ان هو يتخيط ولا حاجة. كده انا خلصت حشيته، بدأت ان انا اقفله كويس، واللي كنت محتاجة ان اخيطها بس هي اللي خيطتها خيطة بسيطة كده. ودخلتها طبعا في الشوربة وهي بتغلي، فبقت تمام، مفيش حباية رز وقعت من الحمامة ما شاء الله، بس نضفها كويس كده. وطبعا الحشوة كانت عبارة عن كبد وقوانص شوحتهم، حطيت عليهم بصلاية صغيرة، فص توم، قرن فلفل وقرن شطة سبايسي لو عايزة، مع الرز، وبعد كده البهارات وخلاص. طبعا هنا الكفتة ما شاء الله طلعت جميلة قوي. الصباع يعني شايفين مالي مركزه كده، وما كشتش الا حاجة بسيطة جدا جدا ما تذكرش اصلا. وده كان شكلها النهائي. هبدأ ان انا اغلفهم بقى في السوليفان، واسيبهم كده لحد ما يجي ساعة الاكل. هبدأ ان انا اسخنه على طول واطلع ساعة العشاء ان شاء الله. هنا الرز البسمتي بدأت ان انا احط بصلاية كبيرة فرمتها معاها فلفل الوان وبهارات الرز البسمتي دي بيبقى ليها بهارات مخصصة كده انا ضفتها. وضفت ليمون المجفف، عود قرفة، خشب مش بودرة. وبدأت ان انا احط الكركم طبعا، وشوحتهم شوية مع بعض. وبعد كده حطيت بودرة الزعفران بتدي لون حلو قوي. وبعد كده ضفت المية، طبعا دول نص كيلو رز بسمتي، يعني حوالي كوبايتين، اللي هما الكوبايات الكبيرة، ضفت قبالهم على طول 4 كوبايات. طبعا هنا الحمام بعد ما طلع واستوى خلاص، بدأت ان انا اجيب صينية، كانت اصغر صينية عندي، دهنتها زبدة من تحت كده. وبعد كده جبت معلقة رشة بسيطة من الكركم، من البابريكا سوري، وضفت عليها نقطة زيت أو نقطتين زيت، وبدأت إن أنا أقلبهم كويس وأضيفهم على الحمام. وأحطهم طبعا في الشواية، في الرف اللي تحت الشواية على طول، بتدي لون هايل للحمام. يعني بجد تحميرها ممتاز، أحسن ما تحمري بقى في سمنة ولا في زيت ولا في زبدة. يعني بتستغلي وقت ومجهود ياما، وفي نفس الوقت صحي جدا. ده الحمام بعد ما طلع خلاص، شايفين الشكل كأنك محمراها في زبدة أو سمنة، يعني ما شاء الله جميلة جدا. هبدأ برضو أعمل نفس الخطوة بتاعة الكفتة وأسيبهم كده في السلوفان، ولما يجي ساعة الأكل بقى نبقى نسخن مرة واحدة. تمام كده نبدأ بقى نعمل البامية. أنا هعمل طاجن بامية في الفرن. بس بدأت الأول أجيب بصلة كبيرة مع معلقة زبدة أو سمنة، وبدأت إن أنا أشوحهم لحد ما اصفرت مع حتة دهنة كده صغيرة. بعد كده نزلت بالطماطم، وبعد كده ضفت مكعبات اللحمة الصغيرة اللي أنا هضيفها للطاجن، والبهارات،
زي ما أنتِ عايزة البهارات المتوفرة عندِك حطيها، بس ما تنسيش الفلفل الأسود أهم حاجة مع البابريكا. عشان بس تعزّز اللون مش أكتر، والفلفل الأسود ما فيش غنى عنه. طبعًا هنا اتسبّكت خلاص، هابدأ إن أنا أنزل بالبامية، البامية دي أنا كنت عايناها في الفريزر محمّراها وجاهزة، هابدأ إن أنا أضيفها على اللحمة تاخد بس غلوتين كده، وبعد كده هابدأ أنزّلهم في الطاجن وأحطهم في الفرن. دي الملوخية برضه كانت شوربة لحمة متوفّرة عندي، بدأت إن أنا أضيف فيها كيس الملوخية برضه كان في الفريزر عندي كلّه جاهز أنا مخزنة يعني الحمد لله. هابدأ بقى إن أنا أنزّل البامية بعد ما استوت، هابدأ إن أنا أنزّلها كده في الطاجن وأدخّلها بقى تحت تاخد وِش كده حلو، وبعد كده نبقى خلّصنا طاجن البامية الجميل ده. هابدأ بقى إن أنا أعمل الطشة بتاعتها، معلقة زبدة وعليها برضه معلقة بسيطة دهنة و كزبرة ناشفة ده أكيد، وبعد كده هانزل بالتوم وأبدأ أقلبه لحد ما يصفر وياخد معانا اللون الجميل ده، هاحطه في الطاجن وأبدأ أنزل عليه بالملوخية، وده كان الشكل النهائي للبامية والملوخية، يعني ما أقولكوش الريحة والطعم عامل إزاي بجد. وهنبدأ بقى نعمل في الحلويات، أولًا الحلويات أنا عاملاها قبل الأكل خالص، يعني أنا بادئة الحلويات الصبح أوي، يعني أول ما صحيت من النوم بدأت أعمل في التورتة وأعمل في الcupcake. التورتة بقى هتبقى معانا دقيق عادي خالص مش سبونج، لو متوفر سبونج ما فيش مشكلة، بس أنا حبيت أعمله بالدقيق العادي، هي كيكة عادية خالص بالكاكاو. بدأت إن أنا أعملها عبارة عن 4 بيضات. وأول حاجة ضفت كوباية سكر عليهم كوباية إلا ربع زيت، تمام، بس يكون زيت نضيف مش زيت تموين. وبعد كده لما انضربوا كويس ضفت الأربع بيضات تدريجي وعليهم باكو كبير فانيليا أو باكوين على حسب الحجم. وبعد كده لما انضربوا كويس بدأت أضيف كوباية لبن. وبعد كده جبت دقيق عبارة عن كوبايتين دقيق وعليهم معلقتين كبار كاكاو خام بس نخلتهم كويس. وبعد كده ضفت باكو سليم بيكنج باودر وحطيت معلقة محسن جل وحطيت رشة ملح تمام. بدأت أقلب لقيت المزيج بتاعي محتاج شوية لبن لأنه تقيل أوي ضفت اللبن حوالي معلقتين أو 3 لبن لحد ما وصلت للقوام ده اللي هو تيجي تكتبي كده عليه أي حرف تلاقيه بينزل بس مش بسهولة يعني بصعوبة شوية. جبت صينية غويطة تمام، وبدأت إن أنا حوالي مقاس 30 25 مش عارفة يعني اللي بيعمل تورت بقى وفاهم عني يعرف دي مقاسها هي غويطة تمام، وبدأت أضيف فيها ورق زبدة وبدأت إن أنا أحطها في الفرن الحراري على درجة 200 الرف الوسطاني وأسيبها بقى براحتها. هنا بقى الكريم شانتيه باقول لكم إن أنا هنا عندي واحد بس بني والتاني أبيض، المفروض إن أنا عايزة أعملها كلها بالشوكولاتة، فبدأت إن أنا أضيف البني على الأبيض ومعلقتين كاكاو وكوباية ونص لبن بس يكون ساقع، وبدأت إن أنا بقى أضرب كويس أوي طبعًا الطبق كان صغير فبهدل لي الدنيا، بدأت إن أنا أحطه في طبق أكبر، أضرب بقى كتير لحد أما الكريمة تبقى معانا تقيلة كده، هي على فكرة المفروض كانت تبقى أتقل من كده، بس أنا صراحة تعبت أوي على ما ضربتها يعني مش قصدي أتقل أكتر من كده، أنا مش عارفة ده من بس إن شاء الله مع التكرار في العمايل هابهركم. دي بقى التورتة بعد ما طلعت بدأت الكيكة بدأت إن أنا أقسمها بقى زي ما بيعملوا كده بقى 3 مراحل. بس هنا باوريكوا هي لما فتحت أول طبقة مفرغة من جوه لأن هي ما اتهبدتش كويس قبل ما تدخل الفرن، ده يعني عشان هي المزيج كان تقيل شوية فكانت عايزة تتهبد أكتر عشان تطلع كل الهوا اللي فيها. بس أنا قطعتها وبدأت إن أنا أسيبها تبرد وحطيتها في استرتش لاب وسبتها في التلاجة ساعة وبعد كده طلعتها. جبت طبق حلويات زي ده ملقتش الطبق صراحة اللي أنا باحط عليه التورتة زي ما بيعملوا أنا لقيت ده ماشي الحال تمام. بدأت إن أنا أحط تحته حتة كريمة كده عشان خاطر التورتة تثبت، وبدأت أحط أول طبقة عليها الكريمة وقُلت بقى أثبّتها أكتر، أثبّت الطبقة وأعزّز الطعم أكتر وأكتر بالنوتيلا، بس النوتيلا دي كانت في التلاجة فكانت ماسكة أوي، نزّلتها بطريقتي وسِبتها بقى برّه التلاجة عشان أقدر إن أنا أنزّلها بسهولة. بدأت أضيف تاني طبقة حطيت السيرم ده كان عبارة عن شوية لبن، شوية سكر، قلبتهم كويس وبدأت إن أنا أضيف السيرم ده عشان تطريها وبدأت أنزّل النوتيلا تاني شوفي نزلت بسهولة أهو، وطبقة كريم شانتيه بدأت أحط الطبقة التالتة هي فين؟ حطيتها بس هي مش ظاهرة حطيت الطبقة
الطبقة التالتة. بدأت إن أنا أنزل بقى بالكريمة بقى وبقى أبهدل الدنيا زي ما أنتم شايفين كده، ده آخري صراحة في العمايل لإن ما كنتش لسه متمكنة أوي، بس إن شاء الله بجد الطريقة طلعت سهلة وهاعملها أحلى وأحلى المرة الجاية. وده كان الشكل النهائي ليها، يا رب تعجبكم. أنا بجد كنت فرحانة بيها أوي، وهو كمان كان معجب بيها جدًا لإن دي كانت حاجة حلوة إن أنا أجازف وأعمل تورتة، وربنا يديه الصحة يا رب وطولة العمر كل سنة وهو طيب. هابدأ بقى إن أنا أعمل الcupcake كيك. المقادير تكون متساوية، كوباية إلا ربع سكر، عليها كوباية إلا ربع زيت، وعليها كوباية إلا ربع لبن. وطبعًا هنحط البيض، هُم بيضتين بس هنضرب الأول الزيت والسكر كويس، وبعد كده هنحط البيضتين عليهم 2 باكو فانيليا، وبعد كده هنضيفهم تدريجي، وهننزّلهم بقى ونقلب كويس، كويس، وبعد كده هنجيب كوباية سليمة دقيق في جنب، هنحط عليها baking powder نُص معلقة، وهنحط كاكاو خام، ونبدأ ننخلهم كويس، وبعد كده نحط عليهم المزيج ده. لو احتاجنا دقيق نحط، ما احتاجناش خلاص. دي كانت كوباية دقيق، يعني المقادير كلها كوباية إلا ربع ما عدا الدقيق كان كوباية. أنا لقيت إن هو خفيف فزودت ربع، يعني بقت كله إلا ربع ما عدا الدقيق كوباية وربع. تمام. فهنخلي كده لأن الدقيق مش زي بعضه، يعني الدقيق بتاعي نوع مش زي الدقيق بتاعك، فاحنا نستعمل كوباية الأول، لو احتاجنا نحط. هنا كده محتاجة لأنها خفيفة قوي. هابدأ إن أنا أحط ربع الكوباية ديّة، بقى معانا مضبوط. تمام. هنقلّب بقى كويس، ولو حبيتِ تضيفي كاكاو أكتر تغمّقي أكتر ما فيش مشكلة، بس هي كده مضبوطة. هابدأ بقى إن أنا أجيب chocolate chips بيضة بدل البني، حبيت أنوّع واخلّيها بيضة بتدّيها طعم مختلف برضه، وبيبقى شكلها حلو كده في الcupcake. بدأت إن أنا أجيب القوالب، أضيف في كل كوباية، في كل قالب معلقتين. أنا ضِفت معلقة ونُص لإن ديّة معلقة آيس كريم كبيرة، فأنا ضِفت معلقة ونُص. أنتِ ممكن تضيفي لو معلقة عادية تضيفي معلقتين كبار، المهم يعني إن المزيج ما يوصلش لفوق. درجة حرارة طبعًا الرف الوسطاني درجة حرارة عالية، أعلى درجة حرارة عندِك، لإنه ما بياخدش أي وقت خالص في الميكروويف أو في الفرن الحراري. ده شكلها ما خدتش أي وقت خالص، شكل الشوكولات ما شاء الله شيبسي وهو طالع منها كده شكله حلو أوي والريحة تجنن. بدأت إن أنا بقى أطلّعهم أسيبهم يبردوا، وبعد كده هابدأ إن أنا أجهّز الكريمة وأزيّنهم برضه على قد ما قدرت. ده كان الشكل بعد ما طلعت وبردت، وده كان شكل الكريمة، وفي الآخر حطيتها في التلاجة لحد برضه ساعة التقديم، وحطيت على الوش فرماسيل بني. تمام. ده بقى الزينة اللي أنا جايباها. جِبت بالونات، جِبت حوالي 30 بالونة، جِبت الكلمة ديّة اللي هي happy birthday، كانت ب65 فعلًا، مش عارفة أنا بيّنت السعر ليه. ودي ستارة جايباها، يعني نقول إن ده فيديو برضه للمشتريات. الستارة دي ب25 جنيه حلوة أوي، وطبعًا بما إني خوّافة جدًا باخاف من البالونات أوي، فجِبت لها المنفاخ عشان أنفخ، بس لقيت نفسي برضه خايفة جامد، فلقيت سِبت بقى بناتي هُم اللي يقوموا بالدور، هُم اللي نفخوا لي البالونات وكل حاجة عملوها، وأنا يا دوب علّقت. يعني يا رب الفيديو يعجبكم، بجد كان فيديو ظريف جدًا وحلو أوي، أوي. وجِبت طبعًا اللزق بتاع الdouble face ده. دي بنوتي الكبيرة والتانية الوسطانية، ومعايا واحدة كمان صغيرة ربنا يبارك فيها. دول كده خلّصنا أخيرًا. هابدأ بقى إن أنا أعلّق الزينة، وجِبت يعني حيطة كده تكون عندي فاضية ما فيهاش حاجة غير برواز، شِلت البرواز ولقيتها عريضة كده وحلوة تشيل الزينة اللي أنا عاملاها، وده كان الشكل النهائي بعد ما خلّصت. يا رب يعجبكم، بجد رأيكم يهمني أوي، أنا انبسطت جدًا في اليوم ده وكلنا انبسطنا، وده كان الشكل النهائي لينا بقى وإحنا بنحتفل مع زوجي وأولادي ربنا يبارك فيهم يا رب وعقبال 100 سنة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم الفيديو لايك وشير للفيديو والاشتراك الجميل في قناتي. وأنا ضحى الصادق من مطبخ دودو، وكل سنة وكلكم طيبين وسنة سعيدة علينا إن شاء الله. أشوفكم إن شاء الله فيديو جديد وباي باي.